اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام في اولى لقاءاتنا على الهواء مباشرة في صباح جديد في موضوع ربما يعني في وسط هذه الاحداث السياسية وربما ايضا الفنية اللي بتشهدها مصر مؤخرا. انطلقت فعاليات الدورة 28 لمهرجان الاسكندرية السينمائي هذا العام. طبعا الاحداث المرتبطة بالمهرجان احداث كثيرة، وتفاصيل هذا المهرجان تفاصيل مهمة بالنسبة لأحداث مصر بعد الثورة. على أي حال هنتعرف على فعاليات هذه الدورة مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ أحمد سعد الدين الناقد الفني بالأهرام العربي. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. بداية يعني تأثير ثورة يناير على هذه الدورة من مهرجان الإسكندرية السينمائي إلى أي مدى حضرتك بتراه متحقق؟ الحقيقة يعني كلمة مهرجان في حد ذاته مهرجان فني هي عبارة عن رسالة للعالم الآخر بتقول إن إحنا عندنا سلام. نعم. أو أمان كمان، لأن محدش هيقدر يجي هنا في مصر إلا ما يحس بنوع من الأمان والطمأنينة طبعا. والطمأنينة. أما بالنسبة لثورة يناير، مهرجان اسكندرية عمل حاجة جميلة جدا تداهى الدورة اللي فاتت السنة اللي فاتت وبيكملها السنة دي. أفلام الديجيتال، مسابقة أفلام الديجيتال السنة اللي فاتت كان عامل لها قسم خاص اسمه أفلام الثورات. نعم. لأن احنا عارفين ان يعني الثورة تعتبر كل اللي صورها مجموعة من يا اما طلبة معهد سينما او هواة، لكن المخرجين الكبار ما قدروش يعملوا حاجة لان عملية صعبة لسه ما حصلش يعني ان جالها النتائج اللي تستدعي ان هو يتعمل لها افلام. وطبعا التصوير في احداث ثوره يناير مثلا ما كانش تصوير منتظم، يعني ما هو حاجه من الاثنين، يعني حتى المحترفين ربما كانوا بيصوروا بمنطق الهواة. اما هو بالتاكيد يا اما اتصورت عن طريق موبايل يا اما اتصورت عن طريق كاميرات ديجيتال صغيره، لانها كانت احداث توثيقيه وليست روائيه. ولكن اتعمل لها برضه جزء وطلع منها افلام جميله جدا. السنه دي في افلام منها من بعض الافلام اللي اتصورت موجوده في مسابقات مهرجان القاهره مهرجان اسكندريه السينمائي، منها على سبيل المثال المخرج احمد رشوان. مخرج احمد رشوان عامل فيلم اسمه مولود في 25 يناير. جميل. فمصور بقى 25 يناير او مصور احداث ال 18 يوم وانعكاسها على نقدر نقول على ايه، على مجموعه الشباب والمراهقين حتى مش الكبار بس. من هنا ابتدينا نتكلم على افلام بتناقش او بتوثق لثوره 25 يناير. حقيقه مهرجان اسكندريه ليه عمل الموضوع ده واختص بيه السنه اللي فاتت؟ لان هو المهرجان الوحيد المصري اللي اقيم في خلال عام 2011، لان احنا عارفين مهرجان القاهره اتاجل. فمن هنا ابتدى مهرجان اسكندريه ليه اسم او ليه مكانه في ابراز نفس التوقيت كل سنه تقريبا استاذ احمد. هو المفروض ده اقيم في نفس التوقيت. اقيم في نفس التوقيت في الحدود دي. نعم. طيب هو السنه دي طبعا هو بدا اول امبارح وبيستمر لمده اسبوع، وما اعرفش هل يعني موعد بدء هذا المهرجان هذا العام يعني يوم الاربعاء اول امس كان موعد يعتبر من سوء حظه يعني اعلاميا، لانه طبعا ارتبط باحداث حضرتك عارفها كويس، هي اذاعه الفيلم المسيء للاسلام ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم على الانترنت، وطبعا الاحداث اللي شهدتها عده سفارات امريكيه في المنطقه في مصر وفي ليبيا وفي غيرها. هل تفاعل المهرجان في هذه الايام الثلاثه حتى الان مع هذه الاحداث بالقدر الكافي؟ هو مما لا شك فيه ان احداث الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاه والسلام والمظاهرات قدام السفاره الامريكيه وعدد المصابين اللي احنا استغربنا يعني عدد كبير جدا، له تاثير كبير جدا على الاحداث الفنيه عموما وعلى المهرجان بصفه خاصه، برغم ان المهرجان يبعد عن القاهره بحوالي 250 كيلو. تمام. ولكن الاحداث لازم هتاثر يعني ايه؟ يعني التغطيه الاعلاميه هتبقى اقل، لان اغطي اخبار ولا اغطي احداث فنيه ممكن تؤجل بشكل او باخر. لكن اللي انا عايز اتكلم فيه اللي هو ايه؟ اي احداث سياسيه في مصر بتأثر على الأحداث الفنية والتظاهرات الفنية. يعني لو احنا شفنا أحداث السفارة اللي بتحصل امبارح وأول امبارح لها تأثير على مهرجان الإسكندرية ولها تأثير آخر على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
ده اللي هيعقد امتى يا فندم؟ في 27 نوفمبر. بعد شهر. ليه بقى؟ لان النهارده انا عندي مهرجان دولي ومعترف بيه عالميا، لما ابعت لاي نجم امريكي هيخاف يجي مصر. نعم. ودي من المشاكل اللي احنا بنصادفها. طب بالنسبه لاسكندريه، طيب الضيوف موجودين. فتحت الموضوع بهذا الشكل، لما نبعت لاي نجم امريكي هيخاف يجي مصر، يعني هو السؤال الى اي مدى حضرتك ناقد فني شايف انه اشتبكت مساله الفيلم المسيء للاسلام الذي انتج بشكل او باخر داخل الولايات المتحده الامريكيه، وارتبط بشكل او باخر ببعض الاقباط المصريين في المهجر، وخاصه مصر وسفاره الولايات المتحده الامريكيه في مصر، بتاثير ده على الفن الامريكي وعلى نجوم الفن الامريكي؟ هو يعني ممكن قبل ما ندخل في موضوع الفن لازم نقول ان امريكا بلد مفتوح. يعني انت لو هنشوف ان اي منتج في الدنيا راح امريكا عايز ينتج فيلم حتى بيهاجم الرئيس الامريكي بيسمحوا بذلك، او المسيح مثلا ايا كان. يعني ما هم عملوا قبل كده المسيح وعملوا الشيطان وعملوا كل حاجه. ولكن هي المشكله في ايه؟ المشكله ان في اسماء كانت موجوده اللي هي احنا بنسميها اقباط المهجر، وهؤلاء اقباط المهجر يمكن الكنيسه في مصر هنا او الكاتدرائيه متبرئه منهم. هم اللي عملوا الفيلم ده. مشكله الفيلم في توقيت عرضه كمان. نعم. لان هو مسيء، ده رقم واحد، ومرتبط باحداث 11 سبتمبر وبيبين اساءه للاسلام، مع ان احنا كمصريين ما عندناش المشاكل ما عندناش مشاكل، احنا متعايشين مصريين مسيحيين ومسلمين. المشكله دي انعكست بشكل او باخر ان احنا نعمل ايه بقى؟ نعمل رساله احتجاجيه امام السفاره الامريكيه. اللي احنا بنفتقده هي سياسه التظاهر السلمي. أيوة. ودي اكبر مشكله. انا بعبر عن رايي وبقف. ربما حتى رئيس الوزراء نفسه اشار الى انه يعني الكل من مصلحتي ان يحقق التظاهر السلمي، لانه يعني بودنا ان نتظاهر وان نعلن موقفنا، ولكن بالتاكيد المتظاهرين مع رجال الشرطه لابد ان يقفوا هذه الوقفه. هنرجع مع حضرتك مره ثانيه للمهرجان، ونقطه حضرتك اشرت اليها، هل المهرجان هذا العام اهتم فقط بالثوره المصريه في يناير، ام اشار في بعض الافلام التي تعرض الى الثورات الاخرى مثل ثوره تونس وليبيا واليمن ايضا؟ ما نقدرش نحكم على ثوره سوريا حتى الان. لا، هو المهرجان بقى عمل حاجه يمكن مختلفه شويه. هو احتفى احتفاء كبير جدا بالثوره السوريه. نعم. وده انعكس على سياسه المهرجان. ليه بقى؟ لان الوفد السوري الموجود هنا في مصر مش جاي من سوريا، لان هي العمليه احنا عارفين ان الدنيا ملخبطه شويه. المجموعه السوريه الموجوده مجموعه كبيره جدا، منها اسامي كتير واسامي معروفه. يعني مثلا فنانه اصاله اللي هتغني في الختام. جميل. في المخرج حكم البابا، في عضو لجنه التحكيم، في جمال سليمان، في كان دعلوش. احنا عندنا بنقدر نقول ان احنا مهرجان اسكندريه بيرسل رساله للشعب السوري، بيقول احنا متضامنين معاكم في المذابح اللي احنا بنشوفها. نعم. جميل. استاذ احمد، يعني قبل ما ننتقل لبعض التفاصيل الخاصه بالمهرجان، هذا المهرجان هو مهرجان الاسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط، وربما احد اهدافه هو توصيل رساله في محيط دول البحر المتوسط العربيه منها والاوروبيه ايضا، انه يكون في لغه حوار، في تواصل في الفكر، التعارف على السياسات. لاي مدى ممكن يكون المهرجان هذا العام محقق ده؟ بالتأكيد. الحقيقة السنة دي حتى بينعكس على عدد الدول المشاركة. لو جينا هنشوف هنلاقي أكتر من 15 دولة مشاركة في المهرجان، وفي دول مشاركة بأكتر من عمل. واحنا يهمنا في الاساس مثلا دول المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب، وليهم حضور كبير جدا في المهرجان سواء في الدورات اللي فاتت او في الدوره دي بالتحديد. لان فيلم الافتتاح دايما بيبقى عنوان مهرجان. فيلم الافتتاح هو فيلم جزائري اسمه قديش تحبني، يعني قد ايه انت بتحبني. أيوة. ولازم احنا عايزين نتعرف على الثقافه الجزائريه، لان احنا عارفين ان معظم السينما الجزائريه بتصور في فرنسا. او بيدخل فيها عنصر فرنسي. الفيلم ده تقريبا يعني تم اختياره احتفاء بالذكرى ال50 للثوره الجزائريه، عيد الاستقلال.
عيد الاستقلال. هو يعني كان اختياره جاي من حكايه عيد الاستقلال، ان هو من سنه 61 لحد دلوقتي، يعني مرتبط بشكل او باخر بالاستقلال الجزائري بالتاكيد. وده رساله مهمه جدا، عشان احنا في من حوالي سنتين كان حصل قلق كده على ماتش كوره ما بين مصر والجزائر، ولكن نقدر نقول ان خلاص الدنيا رجعت كما كانت، لان احنا شعوب بنحب بعضها. تمام. من ضمن التفاصيل وربما يعني هنبتدي بالاهم من وجهه نظر المصريين، يعني لانه الدراما التركيه في مصر الان ربما تكون بتحقق يعني نسب مشاهده عاليه جدا، واحنا ملاحظين انه في مشاركه للدراما التركيه في هذا المهرجان. هو اصل المهرجان مهرجان سينما، لكن هي تركيا مشاركه ببعض الافلام، ولكن في حضور لنجوم تركيا في هذا المهرجان. يمكن اللي احنا شايفينه ان خلال الاربع 5 سنين اللي فاتوا في صعود في الدراما التركيه، وهذا الصعود عشان نبقى فاهمين يعني عايز اقول ان هو اثر تاثير مباشر على حركه السياحه العربيه لصالح تركيا، لان هم لما بيجيبوا اماكن جميله، لما بيجيبوا شاطئ خليج البوسفور، الحاجات من دي، الناس ابتدت عايزه تشوف الاماكن الجميله دي، فبتعمل رحلات سياحيه الى تركيا. في نفس الوقت في جاب شويه او في نقدر نقول مسافه ما بين الدراما التركيه والسينما التركيه. عندهم سينما جميله لكن ما وصلتش للمستوى الدرامي اللي هم وصلوا اليه في المسلسلات اللي احنا بنشوفها، اللي هي تعدت طبعا 120 حلقه فيما فوق، فمش عارفين هتوصل لكام. ولكن السينما التركيه ليها تواجد على مستوى البحر المتوسط، وليها تواجد حتى في السوق الأوروبية. وما ننساش ان احنا في ثقافة نقدر نقول ان هي متقاربة بيننا وبين تركيا، لان احنا قعدنا يمكن 300 سنة تحت الحكم العثماني. فهو في فرق. المهرجان ايضا كرم عدد من الكتاب والفنانين، منهم الكاتب محفوظ عبد الرحمن والفنان صلاح السعداني والمخرج رأفت الميهي والفنانه بوسي، وايضا الفنانه التركيه ملتن كومبول. يعني هذا الاختيار على اي اساس؟ اختيار الفنانين المكرمين بيتم، والفنانه التركيه ايضا بيتم بالنسبه للفنانه التركيه، لان هي عملت اعمال دراميه كبيره في الفتره الاخيره، ويمكن الناس هنا في مصر لما شافت شكلها، هي الاسم صعب شويه ممكن الجمهور مش حافظه، ولكن لما بيشوفوا شكلها بيعرفوا ان شافوها في مسلسلات وافلام تركيه. اما بالنسبه للمكرمين المصريين، لو جينا نمسك المكرمين المصريين هنلاقي المخرج الكبير رأفت الميهي، صاحب تاريخ يعني تاريخ مشرف في السينما المصريه، عمل افلام كتيره، وهو الايام دي يعني ربنا يشفيه تعبان وموجود في احد المستشفيات، حتى هو ما حضرش الافتتاح. وندعو برضه بالرحمه على المخرج الراحل اسماعيل عبد الحافظ، طبعا ده فارس الدراما، ده ما حدش يقدر يقول. بالنسبه للاسم الاخر اللي هو الاستاذ محفوظ عبد الرحمن، يمكن محفوظ عبد الرحمن شغله الاكثر دراما تلفزيونيه، ولكن اعماله السينمائيه القليله ليها علامات كبيره، يعني ما حدش يقدر ينسى ناصر 56. يعني في افلام كتير جدا جدا يمكن هي العدد مش كبير، ولكنها علامات في الطريق. طبعا صلاح السعداني تاريخ ما حدش يقدر، ونجم كبير يعني، وكويس جدا ان احنا بنكرم الفنان في حياته. احنا ليه بنستنى عشان نقول الراحل؟ ده احنا لما نكرمه في حياته الناس يعني بتعلق على الموضوع ده دايما، يعني بيكرم الانسان بعد ما مات. بالظبط. الفنانه بوسي طبعا يعني اقدر اقول ان بوسي شغلها في الفن تعدى 40 سنه، فامتى هنكرمها؟ ده ميعاد التكريم بتاعها. نجوم اخرين اثروا السينما المصريه، وربما معظمهم ان لم يكن جميعهم من الشباب، يعني تم منحهم جوائز التميز، يعني العدد اكبر من اننا احصيه، ويعني ارجو المعذره. منهم الفنان هاني رمزي، ومنهم الفنان خالد النبوي، والفنانه منى زكي، وايضا المخرج خالد يوسف. يعني ايه الدلاله من هذا الاختيار؟ وخاصه انه الفنان هاني رمزي اعتقد مع تسلمه لجائزه التميز يعني علق تعليق على الفيلم المسيء للاسلام. بالتاكيد. هو الفنان هاني رمزي قبل اي حاجه نقول الفنان هاني رمزي انسان مصري
يدين بالديانة المسيحية. نعم. وهو يعني من أحب الفنانين إلى الجمهور، حتى أفلامه بتحقق نجاح كبير. وكانت لفتة جميلة جدا إن فنان مسيحي بيقول إن اللي عملوا الفيلم المسيء ده أولا لرسول الإسلام، وفي نفس الوقت هؤلاء خارج إطار الدولة المصرية والدين المسيحي بالنسبة لنا. نعم. لأن هم بيعملوها لأغراض شخصية. ودي كانت لفتة جميلة جدا، يمكن أخذ تسقيف ما حصلش في الوقت ده. أما بالنسبة لباقي الفنانين، هو السنة دي عملوا حاجة جميلة جدا في مهرجان اسكندرية، عملوا قسم اسمه حقوق الإنسان. الأفلام اللي هي بتناقش بعض نقدر نقول المواقف اللي بتحصل اللي بتمس شوية حقوق الإنسان. عشان كده شفنا سفراء نوايا حسنة، منى زكي، خالد أبو النجا، خالد النبوي، مجموعة كبيرة جدا. خالد يوسف يمكن أفلامه كلها مع حقوق الإنسان، حتى بعد الثورة، أنها ربما كانت من الأفلام اللي ساهمت في إذكاء روح الثورة في مصر. يعني هي من الأفلام أصلا اللي عرت المجتمع. طبعا التعرية جاية هنا اللي هي ايه، ظهرت المشاكل بشكل واضح جدا، لدرجة ان هو كان تنبأ في فيلم من افلامه اللي هو دكان شحاتة ان هيحصل مجزرة. ليه؟ لان احنا ماشيين في طريق مسدود. فمن هنا ابتدى نقدر نقول ان خالد يوسف ليه يد كبيرة جدا في الوصول الى ما نحن فيه. نعم. استاذ احمد، المهرجان يعني عدد الافلام اللي فيه انا مش هقدر احصرها، يا ريت حضرتك تدينا فكره، لكن هو عرض 13 فيلم شاركوا في المسابقه الرسميه، و9 افلام في قسم البانوراما، و4 افلام في قسم خارج المألوف، بالاضافه لعدد كبير من افلام الديجيتال اللي حضرتك اشرت اليها، منها 8 في المسابقه الرسميه و6 في الافلام التركيه. يعني مشاركه هذه الافلام يا ريت حضرتك تقيمها لنا بشكل عام. الحقيقه يعني الافلام المسابقه الرسميه ده 13 فيلم. نعم. لو نيجي نشوف 13 فيلم هنلاقي ما بين مصر والجزائر وتركيا ودول البحر المتوسط، متمثله في فرنسا واسبانيا وحاجات من دي. كان مشكله المهرجان الاساسيه انه يبحث عن فيلم مصري داخل المسابقه. والمشكله دي مهرجان اسكندريه بيقابلها بقاله حوالي 7 سنين أو 6 سنين. ليه بقى؟ لأن هو بيشترط إن اللي يتعرض عنده في المسابقة الرسمية يكون العرض الأول. في نفس الوقت في بعض المخرجين بيحبوا إن هم يعرضوا أفلامهم كعرض أول في مهرجانات أبو ظبي ودبي والمهرجانات دي، لأن الجوائز المالية أعلى بكتير من مهرجان اسكندرية. في إغراء يعني. فالمشكلة صداع في الرأس دايما كل سنة الفيلم المصري، سواء في مهرجان اسكندرية أو حتى في مهرجان القاهرة. يعني هو مهرجان اسكندرية هو اللي مظلوم من الفيلم المصري. والله وحتى يعني مهرجان القاهرة السينمائي. ولكن بعد بحث وبعد يمكن فترة طويلة وجدنا فيلم بعد الطوفان للمخرج حازم متولي، ونفس الحكاية على فكرة. هذا الفيلم بيناقش يعني نقدر نقول ان هو حياة المصريين خلال فترة الثورة في الشهور اللي فاتت من بعد التنحي. فده كان حدث كبير جدا. جميل. لو نيجي بقى لمسابقة الديجيتال، وهي دي اعتقد ان هي اهم مسابقة في الوقت الحالي. ليه بقى؟ لان لغة العصر. طبعا لغة العصر. وفي حاجة مهمة جدا ان الفيلم الخام بتكلف كتير جدا. صناعة الكاميرا الديجيتال لما ظهرت على السطح حصل ايه؟ حصل ان بقت اسهل ان انا بسجل على شريط. فابتدينا نشوف مجموعة من خريجين معاهد السينما الهواه في الاخراج بيعملوا افلام بنفسهم لانها تكلفتها اقل. نعم. فمن هنا في الافلام الديجيتال المعروضه يعني تجربه مميزه. اعتقد انه فيلم للاستاذ محمد خان موجود في هذه الافلام. لا، هو فيلم للفنان او المخرج احمد رشوان. احنا اتكلمنا عليه اللي هو مولود في 25 يناير. فمولود في 25 يناير فيلم ديجيتال موجود داخل المسابقه. المخرج محمد متواجد وكان له تجربه اعتقد مع ديجيتال. محمد خان من اوائل المخرجين المصريين اللي عملوا افلام روائيه طويله بكاميرات ديجيتال من التسعينيات. يعني كان ليه فيلم اسمه كليفتي مثلا. هو عمله بكاميرا ديجيتال. والمخرج يسري نصر الله نفس الحكايه في فتره التسعينيات. الفتره اللي جايه فتره فيلم او سينما الديجيتال
هي مشكله السينما الديجيتال حاليا ان هي ما بتدخلش المسابقات الرسميه الدوليه. احنا دلوقتي دخلناها مهرجان السينما، فاحنا موجود في مهرجان السينما وموجود قسم كبير جدا. وفي نقطه مهمه جدا يمكن في الفيلم الديجيتال ان في بعض الحريه تسمح بعرض بعض المشاكل يمكن في الافلام الروائيه او في الافلام العاديه عشان بتمر على الرقابه، فبتبقى صعبه قوي ان احنا نطرحها يعني بشكل اقوى. انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده استاذ احمد سعد الدين الناقد الفني بالاهرام العربي، واتمنى ان احنا نلتقي بحضرتك دايما، ويا ريت يكون لنا فرصه ان شاء الله بعد ختام المهرجان، لانه اكيد ان شاء الله في اضافه ونعرف من حضرتك الجديد ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدينا الكرام بنشكركم على متابعه هذه الفقره، وارجو ان تبقوا معنا حتى العشاء بتوقيت القاهره. صباح جديد متواصل مع حضراتكم.